السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا اخواتي في الله، يا حبايبي في الله؟ عاملين ايه؟ والله العظيم اقسم بالله من غير حلفان يعني لما بتأخر عليكم ما يبقى غصب عني وما تبقى ايه. والله يعني هي بتوحشني القناة وبتوحشني الناس الحلوة اللي بتكتب لي الكومنت الحلو كده اللي بيشجعني، اللي الناس اللي لا تعرفني ولا عارفها، بس في بينا وبين بعض اللي هو ايه، ود ومحبة في ربنا، يعني بينا وبين بعض محبة في الله، اللي هي الناس اللي بتكتب لي كومنت جميل كده بتشجعني على ان انا استمر، او تقول لي استمر يا ام عمر، او يدوم التواصل، او يعني بمعنى صح، او تسلم ايدك، او اي كلمة حلوة كده بتشجعني، بتخليني بدور على حاجة تاني اصورها وانزلها لكم. طبعا انا لو بتاخر عليكم والله العظيم غصب عني، يعلم ربنا بكل واحد وظروفه، يعني الحمد لله ومعايا عيال صغيره يعني وعندي بيت يعني وكده، فانا ايه، لو لقي حد يصورني والله ممكن انزل لكم كل يوم فيديوهين، بس انا غصب عني لسه مبتدئه جديد، وبرضه التليفون مغلبني اللي انا بصور عليه. التليفون دوا آه يعني باظ مني، ما كانش راضي يقبل شحن، وعايز سوكت وعايز مش عارفه شاحن وكده، باظ مره واحده من كتر يعني ما انا بشحن وبصور بيه وبمنتج واقعد باخد وقت. بس الحمد لله على كل حال. المهم يعني انا النهارده هنعمل معاكم الفطير الفلاحي الحلو ده. لو استفدت اي معلومة في الفيديو ما تنسيش تشير الفيديو وتشتركي في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله باذن الله تبقي استاذة في الفطير الفلاحي، وهقول لك كل التفاصيل في الفطير الفلاحي من الالف للياء، وكل الاخطاء اللي انت ممكن تقع فيها، وكل الحاجات الحلوه اللي ممكن تعمليها. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هقول لك التفاصيل بالظبط. في الاول احنا زي ما انتم شايفين كده، احنا مش بنعمل لباتنا احنا وحدنا يعني انا رحت عند ام ربنا يديها الصحه ويبارك فيها ويطول في عمرها، وامهات المسلمين اجمعين وكل اللي بيسمعني يا رب يبارك له في عمر امهاته، واللي امه متوفيه ربنا يرحمها ويصبر قلبه ويبارك له في ولاده. زي ما انتم شايفين يعني كده، ده اسمه الكحكه بسكر او حزام الظابط. المفروض كنا بنقول عليه حزام الظابط، اما المربع دي قرصه، اما اللي هي مدوره اللي هي كحكه، كله باين يعني الطويله شويه ده حزام الظابط، اما المدوره دي اللي انا قلبتها دي المربع قرصه، المدوره كحكه. تعالوا معايا هقول لكم ازاي تعمل كحكه وازاي تعمل قرصه وازاي تعمل كل حاجه من عجينه واحده، وازاي تشكلي وازاي عاد تعمل حاجه بريحه وطعم زمان. انا هنا بنخل الدقيق طبعا زي ما انتوا شفتونا في الفيديو اللي عدى، غربلنا اللهم صل على النبي، غربلنا القمح ونضفناه وبعد كده رحنا غسلناه وطحناه، بنطحنه في البابور يعني، ولازم تيجي تنخليه. بس ما تسيبوش في الشكاير زي ما انت جايبه، لان القمح ما يبقى ملدح، فانت لابد ان انت تفرديه وتخليه ياخد يعني يشم الهواء. انا هنا حطيت القمح دبك، حطيت الدقيق القمح قصدي، نخلته كويس يعني حللته، وضفت على حبة مية، وكنت حاطة في حبة المية اللي هي يعني هي العجينة دي مش هتاخد اقل من الشفشف اللي انا ماسكاه ده. العجينة دي مكونة من قد الحج ده يساوي 2 كيلو، ال2 كيلو 2 كيلو دقيق يعني حج. طبعا انا هنا بعجنها، انت مش هتحطي اي حاجة في العجينة غير شوية المية ومعلقة ملح بس. وانا هنا حطيت معلقة سمن في العجينة، او معلقة زيت او معلقة زبدة اللي عندك يعني، هتخلصي بقى العجينة تخليها تخلع من ايدك وتنعم معاكي وتتطبع. وكمان الحاجة اللي بتعجني بيها فيها يعني مش هتبقى ملانة عجينة، هتتلم معاكي مع حبة السمن، وكمان وانت بترجي هتتفرد معاكي بسرعة يعني ما تغلبكيش في الرج. بعد ما خلصت انا اياه عجين، حطيت غير حبة مية ومعلقة ملح ومعلقة سمنة، وانتي بتطبعيها يعني جربت تخلص العجين، هتتعجن معاك يعني تطبع معاك وتروح خالصة من ايدك. بدأت اقطعها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو الفيديو طويل ما تزعلوش يعني مني، كملوا لحد الاخر، هو ملان معلومات والله. انا لا انا مش بحب الفيديوهات الطويله يعني عامه، وانا بصور وانا بسجل بياخد وقت، فلكن ايه لما بلقى يعني معلومات انا عايزه افيدكم بيها، فبحب اطول الفيديو شويه عشان اقول لكم يعني كل المعلومات فيه.
فخليكي معايا لحد الاخر، وانت هتبقى استاذه في الرج وفي التقطيع وازاي تعمليه يعني كحك، وازاي تعمليه مربع، وازاي تعمليه مدور، وازاي تسويه، وهقول لك كل المعلومات عن تظبيط الفرن وعن الرج وكل حاجه. بس اهم حاجه تقطعيه بالشكل اللي انت شايفاه كله زي بعضيه. لو ايدك مثلا زلفت واحده كبيره واحده صغيره يعني عادي، احنا مش ايدنا ميزان يعني، عادي لو واحده كبرت حبه او صغرت حبه يعني حاجه بسيطه. طبعا انا كنت بعجن جوه وبقطع، وامي تاخد ورايا وترج. طبعا انت لو انت وحدك تعجنيها، ومثلا لو هتصلي الظهر او هتصلي العصر او هتصلي اي وقت يعني خلاص تعجين وفي اذان روح صلي وتعالى هتكون فكت العجينه معاك شويه. وخصوصا لو عجينه هي جديده، لو دقيقه قمح داخله جديد هقول لك تعملها هي. لو دقيقه قمح داخله جديد معاكي فطبعا هي ممكن تلقاها بتتقطع منك، يعني ممكن تلقاها بتغلبك في الرج لو انت طرتيها. ممكن تلقاها بتسيح منك، هقول لك تعمل هي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا بنحط الرقاقه، بحط عليها رشه دقيق وبرجع على كل جنب، كل جنب ترجع عليها شويه كده وتمد ايدك كده لحد الاخر من النص وتاخد الاخر من النص وتطلع الاخر لحد ما تلقاها وسعت معاك واستوت كده. طبعا انا مش قاطعه القطعه كبير، انا عامله الرقاقه صغير، يعني الاتنين كيلو الكيلو واحد يعمل لك 15 رقاقه مثلا، لو الاتنين كيلو هيعملوا كيجي 30 رقاقه. خليك مثلا في 30 رقاقه. احنا بنعملها بالحج، احنا بنعمل بالحج مش بنكال بالكيلو، بس الحج بتاعنا بيشيل 2 كيلو زي ما انتوا شايفين. طبعا اخطاء اللي هي ايه المنجده دي، ده مش عيب في الرج، التنجيده دي لان دي استاذه في الرج اللي بترج. العيب ده في ان الجمحه داخله جديد فبتبقى سايخه معاكي شويه، فممكن تتقطع معاكي لو رشيت لها دقيق، وممكن تبقى يعني تغلب. طبعا انت زي ما شفت ستي كانت بتاخد ورا امي وترش على طول، تحط رجاجة فوق رجاجة وترشها سمن، كل بين رجاجة والتانية كل بين رجاجة والتانية ترش رشة سمن. لما ترش رشة سمن بيطلع مورج، ما يبقاش مثلا كل رجاجتين على بعض يبقى عاملين زي العجين، لا كل رجاجة والتانية رشة سمن. وكمان هي تحط تيجي انا يعني انا عجنتها وقطعتها، وامي كانت بتاخد ورايا وترد، ستي كانت بترش مثلا ورايا، لان الحاجه اللي هي فيها الناس الكبيره دي احنا بنتفائل بيها الصراحه. الناس الكبيره اللي هي زي ستاتنا وامهاتنا بتبقى فيها البركه، يعني تبقى تعمل في الحاجه ومش قادره تخلص هي، والبيت بتاعك يتملى خير كده. وانت لو في حد كبير يعني زي ستك او ست يعني اللي هي ام ابويا دي، او ست ام الله يرحمها ويسامحها، كانت تيجي تحط يعني احنا ندور رج وهي ترش لنا وتظبط لنا يعني الكحك والحاجات دي. احنا بنعرف نرش وكل حاجه، بس طبعا الناس الكبيره دي ربنا بيبارك في الحاجه، واللمه دي لما تبقوا ملمومين وتعملوا مع بعض ربنا بيساعد الناس ويبارك لها في كل حاجه يعني بتعملها. طبعا احنا عملنا الكميه دي مش لينا احنا بس، لينا والبيت جوازي ولامي يعني وكده ومرادة حبايبها، فعملنا كمية كبيرة لأن هي الصراحة بتعمل الرقاق بتاعها لا يعلى عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا والله ما عشان امي بشكر فيا، لكن كل اللي كان رقاق من ايد امي كانت بتبعت له الضيافه الصراحه، هي كل عيد بتبعت له ضيافه، او مثلا لما اولد او في وسط المده، فكان كل اللي بياكل رقاق امي يقول لا ده في حاجه يعني مختلفه عن الرقاق اللي احنا بنعمله، تحسيه كده مش معجن، جايم ومهيش وكده ما بينه وبين بعضيه الطبقات كده، ما بين الطبقة والتانية تحس ان هو ايه رقيق كده وبيلمع، لان هي مش بتحط دقيق كتير وهي بترج، هي بتستكفي بالدقيق اللي بتحطه في اول دور. لكن احنا واحنا بنرج ممكن نرش رشه ودي رشه ومش عارفه ايه، الرشه تجر رشه وممكن ينشف منك. فالمهم زي ما انتوا شايفين كده الرقاقه خفيفه كده ولا فيها قطع ولا فيها اي حاجه الحمد لله. وكمان اللهم لك الحمد يعني ايه ده كمان ده الرقاق ده يعني من الدقيقة الجديدة. الدقيقة الجديدة بتبقى لسه جاية يعني مش ماسكة قوي، وعرقها بيسيخ شوية كمان في الرقاق مش زي الخبيز. فزي ما انتوا عارفين طبعا الدقيق اللي احنا بنطحنه في البابور بيعملوا هنا على 3 نمر. عايزة تعمل رقاق، عايزة تعمل قدسية، عايزة تعمل شعرية، عايزة تعمل حاجات الفطاير دي، اعمل بأول نمرة اللي هي الزيرو الأولى،
النمرة التانية تخلط النمرة الأولى على التانية وتعملي منها عيش ضلي، تعملي منها بالتاو عادي. أما النمرة الأولى دي خليها للكحك والحاجات دي. شايفين أنا طلعت البتاعة اللهم صل على النبي، الصينية من الفرن. يعني أنا خدت صينية الكحك 6 رشة، خدتها على طول دخلتها في الفرن وديرتها لحد ما بقت تمام معايا، وبقت شكلها كده وخدت اللون من تحت ومن فوق. وتوطي عليها وانت بتسوي، لازم الفرن تسخنه كويس علشان يشد معاك الرقاق على طول، وتروح مطيه قوي علشان الرقاق ما يسلكش معاكي. واول ما تطيب تحس ان القعر طاب، انت هتشديها بمعلقه زي ما انا شديتها وتشوفيه تبص عليها من تحت. بعد كده تروحي تخليه ياخد وش ويجمع معاكي بالشكل ده، وما تخليش النار عالية عشان ما يسلكش معاكي. عايزه تعملي الرواق ده الطويل ده اسمه حزام الظابط اللي انا بحوشه ده بنقول عليه حزام الظابط. دي رقاقه واحده ولفينها، يعني لفينها كده لف زي ما تلف فيها رول وتخليها طويله طول. اما الكحكه تلفيها وتروحي مدوراها حوالين بعض كده بس. طبعا انا لما الفيديو طويل يعني مش كل حاجه بالظبط بالتفصيل، يعني واحنا بنعمل الكحك واحنا كده مش كل حاجه مصورها لكم بالتفصيل. طبعا انا هقول لك بتعملي ايه وانتي بتعملي الكحك ده. بتفرد الرقاقه وترش عليها سمنه وسكر، سمنه وسكر. الكحك فيه سكر، اما الجرس اللي هي المربعه دي ما فيهاش سكر. انا خدت الصينيه اسويها جوه، سويتها واول ما طلعت واستوت وهي سخنه، الجرس وهي سخنه تاخديها وتروحي مطلعها على طول علشان هي فيها سكر عشان ما تلزقش منك. كانت بترج وست بتاخد وراها بالشكل اللي انت شايفينه ده. شايفين الرقاقه خفيفه وحلوه وزي ورق السجاير وتحفه كده. وست تاخد وتفرد كل رقاقه وترش ما بين الرقاقه والتانية، يعني مثلا تفرد الرقاقه زي ما انت شايفه كده وترش من السمنه البلدي، ترش رشة سمنة بلدي عليها كلها. طبعا الرش ده على حسب اللي انت تحبيه، عايزاه تقيل وهتستحملي وتاكلي سمن بلدي كده وتستحملي تأجل الرش. عايزاه خفيف احنا رشين ورش متوسط، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. تحط الرقاقة وترشيها وترشي عليها. لو هتعملي بسكر هترشي كل رقاقة سمنة وسكر، وهتروحي لفها لف يعني زي الرول كده، وتروحي عاملاها كحكة. اما لو هتعملها قرصة هتعملها بالشكل اللي انت شايفاه ده، هترشي وتطبقي الحافة دي وتجيبي الحافة دي عليها وتروحي عاملاها مربع، يعني زي المربع او زي المستطيل. زي ما انتوا شايفين كده. تجيب الطبقة دي على الطبقة دي كده، وكل طبقة والتانية تتنيها سهم. طبعا عايزة تفرديها، انا كنت حابة افردها وستي بتلمها مني، لان المفروضة قوي بتبقى حلوة كل حاجة، بس بتبقى خفيفة، تبقى يعني مش بتبقى خفيفة. اما اللي هي مقصعة شوية او لمينها شوية كده زي اللي انتوا شايفينها دي، بنلمها بنكشكشها يعني، بتبقى لها قلب كده وتقوم على الفرن وتروح جايمه كده تبقى لها قلب كده ومورجه. لكن اللي هي تفردها قوي تحسها ان هي خفيفه قوي ورقيقه كده. اما اللي انت مقصعاها من النص دي او عامله لها شويه كشكشه دي، ما تبقى تروح جايمه تدخل الفرن كده لما الرقاق رقيق، وكل رقاقه والتانيه ما بينها وبين بعض سم، وتدهن وش الصينيه زي ما انت شايفه كده. طبعا احنا رشينا شويه رقاق يعني على بعضهم كده، ورحنا شدينهم زي ما هم ورحنا حاطينهم في الصينيه زي ما انت شايفه كده. حطيناهم زي ما هم جوه الصينيه كده، ورحنا دهنين وشهم ورحت حطاها. انا طلعت صينيه الكحك وخدت الصينيه التانية احطها في الفرن. طبعا احنا يعني زي ما قلت لكم كده عاملين يعني حوالي 3 بيوت او 4، فيعني دي الكميه اللي عملتها دي مش كميه يعني قليله. ربنا يديها الصحه هي اللي كانت بترج، انا يعني كنت بكسر معاها وارج معاها، بس برضو يعني انا بطيب وعجنت وكده، فانا مش مستمره في الرقاق. اللي هي ماسكه الرج صح وبتطلع رقاق. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي ست كانت ماسكه الرش، علشان الناس الكبيره دي الصراحه بترش بحكمه كده، يعني ما تخليش الحاجه زياده عن اللزوم كده يعني بطنك توجعك من كتر السمن البلدي، وفي نفس الوقت الحاجه تبقى خفيفه كده. ولو عايزه تاكلي الحاجه مش تقيله قوي هي بتعملها حلو. وزي ما انتوا شايفين كده انا كنت بطيبها جوه الفرن كده وبلففها. كنت عامله نفس شيف يعني وبلففها زي ما انتوا شايفين كده، ما تاخدوش عليا. لو انت بطله وشجاعه ووصلت معايا الصراحه لحد في الفيديو لحد هنا، وعندك صبر وكملت الفيديو لحد هنا واستفدت من المعلومات اللي فيه،
امان عليكي لان انا قناتي صغيره ومحتاجه للدعم. ما امان عليك ما تنسنيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس. اللايك بيفرق معايا كتير، بيخلي الفيديو ينتشر وغيرك يستفاد. يعني انا مثلا اقعد اصور يوم واسجل في الفيديو واظبطه تاني يوم وبعد كده القى جايب لايك ولا اتنين. يا جماعه يا جماعه حتى اللايك مش هيكلفكم حاجه، بس الصراحه يعني بحس ان تعب مش ما يروح على الفاضي. انا معايا اولاد الصغيرين وبابا اما اعمل انا طبعا انا ما عايزه اصور لكم يعني الصوت اول عن اخر، بس مبقى ازعاج والبنت الصغيره بتبقى تعيط وكده والصوت يعني في الفيديو داخل في الفيديو، فبحب اسجل لكم بعد كده. فانتوا يعني قدروا تعب يا جماعه وحطوا اللايك وحطوا لي تعليق كده يشجعني كده ويدعمني، وكتر الف خيركم ان انتوا معايا لحد كده هنا في الفيديو يعني. وزي ما انتوا شايفين كده دي الصينيه اللي كانت ستي بتطبقها وتعملها مطبقه، حطيتها جنب بعضيها وزنقتها على بعضيها علشان يقوم معاكي في الفرن. فانا دخلتها في الفرن جاب معايا وكان جابه كده في الفرن وطلعتها طبعا ورحت مخلعاها وحطيتها في صينيه تانية تتهوى. زي ما انتوا شايفين كده دي صينيه كحكه برضه. الطويله دي المفروده ده اسمه حزام الضابط، طويل كده ومفروده. بنعملها مثلا حابه تعملها من رقاقتين ماشي، من رقاقه واحده براحتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.